بيبدأ الفيلم في مطار نيويورك بمحمد وسيرين، وبيكونوا مستنيين يستلموا الشنط بتاعتهم، وبمجرد ما محمد بيشوف سيرين بيعجب بيها من أول نظرة، وبيحس إن هي دي الإنسانة اللي هو بيدور عليها من زمان. وفجأة بيسمعها وهي بتنده على موظف الشحن وبتقوله إن الشنطة اللي معاها دي شبه شنطتها بالظبط لكنها مش بتاعتها. فبيقول لها الموظف إن هي تقدر تتكلم مع مكتب المفقودات وأكيد هم هيحلوا لها المشكلة دي. فبيقرر محمد إن هو يروح يساعدها، وبيطمنها إن الشخص اللي خد شنطتها أكيد هيرجعها، لأنه هيكتشف برضه إن الشنطة اللي معاه مش بتاعته. ولكن سيرين بتكون متضايقة وبتقول كلمة باللغة التركية، فبيقول لها محمد إن هو كمان تركي وبيتعرفوا على بعض، وبيعرف منها إن تليفونها والمحفظة بتاعتها جوه الشنطة، ده غير الحاجات اللي تخص مقابلة الشغل اللي هي جاية علشانها. وبيسألها محمد لو كاتبة اسمها أو رقم تليفونها على الشنطة، فبتقوله إن هي مش كاتباهم. فبيقرروا إنهم يفتحوا الشنطة اللي معاها ويدوروا على أي حاجة تدلهم على صاحب الشنطة دي، وفعلا بيلاقوا الكارت بتاعه وبيكون عليه رقم تليفونه. فبيتصل محمد بالرقم اللي موجود على الكارت وبيدي التليفون لسيرين علشان تكلم صاحب الشنطة، لكنها بتتفاجئ إن ده يبقى تليفون محل هدايا وعليه رسالة صوتية. فبيدور محمد على موقع المحل ده على جوجل وبيعرف إن هو موجود في الحي الصيني، فبيقول لها إن هو بالصدفة رايح على هناك وبالتالي هيروح معاها علشان تلاقي الشنطة بتاعتها. فبتسأله سيرين إذا كان هو رايح على هناك فعلا ولا بيعمل كده علشان يساعدها، فبيقول لها مش وقته، والمهم دلوقتي إن هي تلاقي الشنطة بتاعتها. وبيقول لها إن هو جاي نيويورك علشان يقابل واحد صاحبه، يعني ما عندهوش حاجة مهمة هتعطله. فبتنبسط سيرين باهتمامه وبتقول لنفسها إن أكيد هتجمعها قصة لطيفة معاه. وبعدها بيركبوا تاكسي وبيتحركوا في طريقهم للحي الصيني، وبيوصلوا لمحل الهدايا وبيعرفوا من صاحبة المحل إن الشنطة دي بتاعت جوزها وبيكون اسمه تشانج، وبيعرفوا إن تشانج موجود دلوقتي في الفندق وبتديهم عنوانه. فبيخرجوا من المحل وبتطلب سيرين من محمد إن هو يسيبها لأن هي حاسة إن هي بتتعبه معاها، فبيقول لها إنه مصمم يلاقي الشنطة بتاعتها الأول، وقبل ما يروحوا على الفندق بيروحوا ياكلوا مع بعض من عربية في الشارع. وهناك سيرين بتشكر محمد جدا لأنه عزمها على أكل، فبيقول لها إن أي راجل لازم يساعدها وأي راجل يتمنى يعزمها كمان. فسيرين بتقول له إن هو كده بيعكسها وشكله عاوز يصاحبها، فبينكر محمد الكلام ده وبيقول لها إن هو متجوز وبيوريها الدبلة بتاعته. فبتعتذر له سيرين وبتقول له إن هي كمان متجوزة. وبعدها بيروحوا على الفندق وبيسألوا على تشانج، فبتقول لهم صاحبة الفندق إن تشانج مش موجود حاليا وهيجي تاني يوم، وبتقول لهم إن تشانج حكى لها عن قصة الشنطة لكن هي مش هتقدر تديهم الشنطة غير لما يرجع. فمحمد بيطلب منها إن هي تتصل بيه، فبتقول له إن هي مش معاها رقم تليفونه. فبتحبط سيرين وبتطلب من صاحبة الفندق إن هي تحجز لها أوضة علشان تبات فيها لتاني يوم. فبتقول لها صاحبة الفندق إن هي تحجز لها أكتر أوضة رومانسية في الفندق كله، وبتقول لها إن الأوضة دي نزلت فيها الفنانة مارلين مونرو زمان مع حبيبها. فبتاخد سيرين منها المفتاح وبتشكر محمد على كل اللي هو عمله معاها، وبيودعوا بعض الاتنين وبيسيبها وبيمشي. لكن سيرين بتنده عليه وبتطلب منه رقم تليفونه وبتقول له ان هي خايفه ان تشانج ما يجيش بكره وهي ما تاخدش الشنطه بتاعتها، وبالتالي هي هتكون محتاره ومش هتعرف تتصرف. فبيروح محمد لصاحب الفندق وبيطلب منها تحجز له اوضه جنب سيرين علشان يكون قريب منها ويقدر يساعدها في اي وقت. وبتدي صاحبه الفندق المفاتيح لمحمد وبتنصحه وبتقول له ان هو لازم يعزم سيرين على حاجه تشربها في البار اللي موجود على سطح الفندق. فبعدها محمد وسيرين بيركبوا الاسانسير علشان يطلعوا على الاوض بتاعتهم، فبيقول لها انهم لازم يعملوا بنصيحه صاحبه الفندق ويشربوا سوا في البار اللي موجود على السطح. فسيرين هنا بتساله راي مراته هيكون ايه لما تعرف ان هو هيخرج مع واحده غيرها ويسهروا سوا. فبيقول لها مش عارف هيكون رايها ايه، لكن اللي هو يعرفه ان هو زوج مخلص ومش بيخون مراته. وبيقول لها ان هو مش ناوي على حاجه تانية الليله دي غير ان هو يسهر معاها وبس. وبعدها كل واحد فيهم بيروح على الاوضه بتاعته. وبعد شويه وقت سيرين بتتصل بصاحبة الفندق وبتطلب منها عنوان مكان تشتري منه فستان تسهر بيه النهارده لحد ما الشنطة بتاعتها تيجي. وبيجي الليل وبيطلع محمد للبار اللي فوق السطح وبيفضل قاعد لوحده لحد ما بيشوف سيرين وهي جاية عليه وبتكون لابسة فستان شيك جدا، فبيرحب بيها وبيبدي إعجابه بجمالها وأناقتها وبيعزمها على حاجة تشربها، وبيفضلوا يتكلموا شوية وبيحكي كل واحد فيهم عن حياته الزوجية. ومحمد بيقول إن هو بيحب مراته من أيام الجامعة وإن هم بقالهم 10 سنين متجوزين لكن ما عندهمش أطفال. فسيرين بتقول له إن هي كمان ما عندهاش أطفال، وده لأن هي لسه مش مستعدة تبقى أم، ده غير إن هي بعد مرور سنين كتير على جوازها مش عارفة إذا كانت هي لسه بتحب جوزها ولا لأ، ولا هم تعودوا على وجود بعض وخلاص. فبيقول لها إن ده معناه إن هي بتعاني من مشكلة في حياتها الزوجية، وعلشان كده هي قررت تسافر نيويورك لوحدها من غير جوزها. فبتقول له إن هي عملت كده علشان تغير روتين حياتها اللي هي بتعيشها،
وبتسأله إذا كان خان مراته قبل كده، فبيقول لها إن هو لو يخون مراته ما كانش اتجوزها أصلا. فبتتريق عليه سيرين وبتقول له إن هو بيقول كلام شعارات، وبتطلب منه يكون صريح معاها، خصوصا إن هو مش هيشوفها تاني بعد كده، يعني محدش هيعرف بالكلام اللي هو هيقوله. لكن محمد بيصر على كلامه وبيقول لها إن هو فعلا مش بيخون مراته نهائي، وإن هو جاي نيويورك علشان يجدد طاقته ويكمل حياته الزوجية. وبعدها هما الاتنين بيخرجوا من الفندق علشان يتفرجوا على المدينة ويستمتعوا بشوارعها، وبيركبوا الأتوبيس وبيتفاجئوا بشخص بيرسم لهم صورة وهم سوا. ولما بييجوا ينزلوا بتنزل سيرين الأول، ومحمد بيتأخر لأنه بيدي فلوس للشخص اللي رسم لهم الصورة. فبيتحرك الأتوبيس بمحمد وسيرين بتبقى لوحدها في الشارع. فبيطلب محمد من السواق إن هو ينزله، لكن السواق بيقوله إن هو مش هيقدر ينزله غير المحطة الجاية. وفي الوقت ده سيرين بتكتشف إن هي في مكان يخص بنات الليل، وبيجي رجالة كتير وبيعكسوها، وبتتخانق معاها بنتين من بنات الليل وبيفتكروها إن هي جاية تسرق الزبائن بتاعتهم. وبيجي الراجل اللي بيشغل بنات الليل وبيمسك سيرين وبيهددها بالسكينة، وبيسألها إيه اللي جابها المنطقة دي ومين اللي مشغلها. فبيجي محمد وبيطلب من الشخص ده إن هو يهدى ويبعد السكينة عن سيرين. فبيسأله هو يبقى مين، فبيقول له محمد إن هو جوزها. فبيقول له إن هو مش هيسيبه غير لما يديله فلوس. فبيديله محمد الفلوس اللي هو عاوزها وبياخد سيرين وبيمشي. لكن الشخص ده بيتريق عليه لأن هو مشغل مراته فتاة ليل. فبيرجع له محمد وبيضربه وبياخد منه الفلوس تاني، وبيفهمه إن سيرين مش زي البنات اللي هو مشغلها معاه، وبياخد سيرين وبيمشي من المكان. فبعدها سيرين بتشكر محمد علشان أنقذها، فبياخدها وبيتمشوا سوا في شوارع نيويورك، وبيكونوا مبسوطين جدا وهم سوا. وبيروحوا يكملوا سهرتهم في الكازينو وبيفضلوا يشربوا ويرقصوا. وبعدها بيرجعوا على الفندق وبيدخلوا أوضة محمد وبيقضوا باقي الليلة سوا. وتاني يوم بتصحى سيرين من النوم وبتلم حاجتها علشان تمشي. فبيسألها محمد هي بتعمل ايه، فبتقوله ان اللعبة خلاص خلصت، وبتسيبه وبتمشي. وبترجع سيرين على أوضتها وبتلاقي موظف الفندق سايب لها شنطتها قدام الباب. فبتدخل أوضتها وبتفتح شنطتها وبتطلع تليفونها وبتشغله، وبيكون التليفون عليه صورتها مع محمد. وبنعرف ان محمد يبقى جوز سيرين فعلا. وبعد ما بتشغل سيرين تليفونها بتتصل بيها المحامية وبتعرفها ان ميعاد جلسة الطلاق خلاص اتحددت، وبتقول لها ان هي اتصلت بمحمد وعرفته ميعاد الجلسة هو كمان. وبنرجع بالزمن لورا وبيكون محمد وسيرين قاعدين في مكتب المعالجة النفسية وبيحكوا هما الاتنين قصتهم. وبنعرف ان محمد وسيرين اتعرفوا على بعض في حفلة، والحفلة دي كانت معمولة في بيت واحد صاحبهم، وبمجرد ما شافوا بعض حبوا بعض جدا وفضلوا مرتبطين طول فترة الجامعة. وبعد ما اتخرجوا فضلوا مكملين سوا. ووقتها محمد كان بيشتغل عازف جيتار، وكان حلمه ان هو يعمل فرقة موسيقية ويغني في الحفلات. وسيرين كانت بتشتغل مصممة اكسسوارات. ولما قرروا يتجوزوا محمد راح قابل ابو سيرين وطلب ايديها منه، لكن ابوها طلب منه ان هو يسيب الموسيقى ويدور على وظيفة ليها مستقبل مضمون. وبيقول له ان سيرين رفضت فرصة شغل في نيويورك علشانه، وبالتالي هو لازم يكون قد المسؤولية ويوفر لها حياة كويسة. فوقتها محمد اقتنع بكلام ابو سيرين وضحى بحلمه علشان حبيبته، وقدر يلاقي وظيفة في شركة. وبعدها اتجوز سيرين وعاشوا مع بعض مبسوطين، وحياتهم كانت هادية وجميلة. وبعد 10 سنين من جوازهم سيرين كان عندها وقت فراغ، فقررت ان هي تقضي وقت فراغها في تصميم الاكسسوارات الحريمي. وفي يوم فكرت ان هي تبعت صور التصميمات لشركة في نيويورك علشان تشوف مستواها كويس زي زمان ولا لا. وسيرين اتفاجئت ان الشركة بعتت لها جواب وحددوا معاها ميعاد مقابلة علشان يشوف الاكسسوارات على الطبيعة. ومحمد شاف الجواب ده بالصدفة واتضايق، ولكنه ما اتكلمش مع سيرين في الموضوع، وفضل مستني سيرين تقوله ان هي هتسافر نيويورك، لكنها ما عملتش كده. وبدأ محمد يتضايق من غياب سيرين في الشغل لفترات طويلة. وفي يوم اتصل بيها وهي في جلسة تصوير واتخانق معاها واتهمها ان هي مهملة في البيت، لكن سيرين حست ان هو بيفتح المشكلة وقفلت السكة في وشه. ولما رجعت البيت فضلوا هما الاتنين يتخانقوا سوا. فوقتها محمد اتهمها ان هي بتقضي وقت كبير مع المخرج اللي معاها في الشغل، وده لان هو سمع صوته وهو بينده عليها اثناء ما كان بيكلمها. فردت عليه وقالت له ان هو مجنون وبيتلكك علشان يعمل معاها مشكلة وخلاص. وتاني يوم سيرين شافت رسائل على تليفون محمد من زميلته في الشغل، وشافت ان زميلته بتبعت له صور ليها وبتاخد رأيه في لبسها. فاتخانقت سيرين معاه واتهمته بالخيانة، فقال لها ان هو مش بيخونها، والدليل ان هو ما بيردش على رسائل زميلته نهائي، وان هو لو كان بيعمل حاجة غلط ما كانش ساب التليفون بتاعه من غير باسورد. لكن سيرين ما بتصدقهوش وبتقلع الدبلة وبتحطها جنبه وبتسيبه وبتمشي. فهنا المعالجة النفسية بتسأل محمد وبتقول له إذا كان شاف رسائل على تليفون مراته مع راجل غريب كان هيعمل إيه، فبيسكت محمد وما بيردش. فسألت المعالجة سيرين إذا كان جوزها قرر إن هو يسافر يشتغل في نيويورك من غير ما يقول لها هي كانت هتعمل إيه، فبتسكت سيرين وما بتردش عليها هي كمان. فبتقول لهم المعالجة النفسية وقتها إن دي آخر مقابلة ليهم قبل جلسة الطلاق في المحكمة، وإن هي بتقترح
بيقترح عليهم ان هم يدوا بعض فرصة تانية، وان هم يستغلوا فرصة سفر سيرين لمدينة نيويورك ويسافروا هما الاتنين سوا، لكن كل واحد فيهم يعمل نفسه ما يعرفش التاني ويحاولوا يتعرفوا على بعض من جديد. وفعلا ده اللي بيحصل لما محمد قابل سيرين في المطار واتعرف عليها. وفي الوقت الحالي محمد بيروح لسيرين اوضتها وبيقول لها ان اللي حصل بينهم امبارح خلاه في قمة السعادة، وخصوصا لما هي قالت له ان هي بتحبه. فبتقول له سيرين ان هي قالت كده لمحمد حبيبها بتاع زمان. وبيظهر هنا ان سيرين لسه مصممة على الطلاق، وبتقول له ان هم لو رجعوا تركيا وعاشوا سوا تاني هتبدأ الخناقات تحصل بينهم تاني وهيحسوا بالملل للمرة التانية في حياتهم. فبيتعصب محمد وبيقول لها ان هو ضحى بحلم عمره واستغنى عن فرقته الموسيقية علشانها، وفي المقابل هي هتسيبه وتعيش في نيويورك علشان شغلها. وبيقول لها ان هم كده وصلوا لطريق مسدود وان الطلاق هو اسلم حل بينهم. وبعدها سيرين بتروح الشركة وبتعمل المقابلة وبتقدم تصميماتها، والتصميمات بتاعتها بتعجب اصحاب الشركة جدا، وبتبدأ سيرين شغلها معاهم. وبعدها بترجع على الفندق علشان تدفع الحساب، لان هي لقت بيتها تعيش فيه لوحدها. لكنها بتلاقي محمد سايب لها جواب وبيقول لها ان هو عارف ان هو مش احسن زوج في الدنيا، وان الخلافات بتحصل بين اي اتنين متجوزين، لكن الحياة بتستمر بينهم طالما هما بيحبوا بعض. وبيقول محمد لسيرين ان هو يفضل يحبها عمره كله، وبيقول لها ان هو سايب لها مع الجواب تذكرة طيارة، وتذكرة الطيارة دي على نفس الطيارة اللي هو هيرجع بيها على تركيا، وان هي لو عايزة تعيش معاه ولسه بتحبه هيكون مستنيها في المطار. وبالرغم من كل ده سيرين مش بتهتم وبتروح شغلها عادي، لكن وهي في الشغل مشاعرها بتغلبها وبتتأكد ان هي مش هتقدر تعيش من غير محمد. فبتلم حاجتها كلها وبتجري على المطار، وبتوصل سيرين للمطار وبتتفاجئ ان الابواب اتقفلت والطيارة هتطلع. فبتقول سيرين للموظف ان جوزها على الطيارة وان هي لازم تركب معاه. وفي نفس الوقت محمد بيكون نزل من الطيارة اصلا وغير رأيه ومش ناوي يسافر تركيا من غير سيرين، وبيكون معاه موظفين المطار علشان يخلصوا له الاجراءات. لكنه بيشوف سيرين قدامه وبيفهم ان هي لسه بتحبه وجت وراه علشان تكمل حياتها معاه. فبيقول محمد للموظفين ان دي تبقى مراته وان هو خلاص هيكمل رحلته لتركيا، لكن لما مراته تركب معاه على نفس الطيارة فبتوافق الموظفة وبتسمح لسيرين ركوب الطيارة، وبتجري سيرين على محمد وبيحضنوا بعض. وفي مطار اسطنبول محمد وسيرين بيكتشفوا ان شنطة سيرين ضاعت، وده نفس اللي حصل معاها في مطار نيويورك برضه. فبيضحكوا وبيجهزوا نفسهم لمؤامرة جديدة علشان يرجعوا الشنطة، وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رأيك في الكومنتات.